هاي، عاملين ايه؟ النهارده انا بعمل اكل دايت. هعمل شوربة كوسة، وهعمل صدور فراخ، وهعمل سوتيه. بصوا، اول حاجة انا جبت الكوسة غسلتها حلوة قوي وشرحتها كده وقطعتها، ودلوقتي انا بسلقها. تمام، خليكم بقى معايا عشان تشوفوا باقي الخطوات. بصوا يا جماعة، بعد ما الكوسة استوت حطيتها كده 10 دقايق على مصفى كده تهدى، وبعد كده حطيتها في الكبة مع شوية المية اللي سلقنا فيها الكوسة، وهحط عليها برضو شوية لبن. شوية لبن كده زي ما انتوا شايفين بس، وهضربها بقى. بصوا زي ما انتوا شايفين، دي بقية المية اللي انا سلقت فيها الكوسة. ودي الكوسة بعد ما ضربتها هي تقيلة شوية. هنزل عليها يعني هنزلها في المية زي ما انتوا شايفين اهي كده. القوام بتاعها عامل ازاي؟ طبعا انا لسه ما حطيتلهاش اي توابل. هفتح بقى النار. طبعا انا حطيت لها ملح وفلفل، ما حطيتش اي حاجه تانية. انا عايزه اقول لكم برضو انا معايا كريمه طبخ، هحط لها برضو شويه كريمه بس بعد ما الشوربه تغلي معايا، عشان يا دوب هحط الكريمه واقلب واقفل. الكريمه ما ينفعش تفضل كتير على النار كده. بعد ما حطيت لها شويه كريمه وحطيت لها كمان مكعب ماجي، بس زي ما انتوا شايفين كده انا بقلبها بس عشان الماجي تدوب. بس كده تكون شوربة الكوسة خلصت معايا. هنا بقى انا بعمل فراخ، صدور فراخ. إيه، اول حاجة هحط ملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر، وزعتر. بس كده. كده لما قلبت بقى الفراخ الناحية التانية هحط لها نفس التوابل بس، وبعد كده هحط لها شوية مية وتستوي فيها، وبعد كده هجيب كده بقى. انا حطيت كوباية مية، هسيبها بقى تستوي على نار هادية وارجع لكم. هنا انا بعمل سوتيه. عندي كوسة وجزر وعندي مشروم. حطيت اول حاجة الجزر يتشوح، لان الجزر بياخد وقت مش زي الكوسة. فالاول حطيت الجزر هيتشوح، بعد كده هحط الكوسة، بعد كده هحط المشروم اخر حاجة بس. طبعا انا حاطه بالظبط يعني مكعب زبده صغير قوي ونقطه زيت بس عشان الزبده ما تتحرقش، لكن يعني مش حاطه دهون كتير لان الاكله دي اكله دايت. كده بعد ما الجزر اتشوح شويه بنحط الكوسه. طبعا احنا مش بنسيب الجزر يستوي، لانه اصلا السوتيه في الاخر لازم يبقى فيه زي قرشه كده، فاحنا مش بنسيب الخضار يستوي، هو بس بيدبل شويه، بعد كده بننزل بالمكون اللي بعديه بس. فده كده ايه، ادي كده الكوسه برضو تتشوح، بعد كده هنزل عليها بالمشروم. كده بقى الكوسه اتشوحت. هنزل بقى دلوقتي بالمشروم على طول كده. بس وهشوح المشروم واجيبه.
بعد ما شوحنا المشروم بقى هنحط التوابل. هنحط ملح وفلفل وهنحط زعتر بس كده. هي دي التوابل اللي انا هحطها. كده السوتيه استوى معايا خلاص، بس انا بصراحه دقته وحسيت ان هو محتاج شويه توابل، فحسيت كده ان هو محتاج يعني سنه توم باودر، فانا هحط له توم باودر. وخلاص كده هقفل عليه. خلاص هو كده استوى، مش بياخد ميه مش بياخد اي حاجه، هو بيبقى كده وبيبقى فيه قرشه. تمام، هزود له كمان ملح لان هو محتاج ملح. ده كده بقى شكل الطبق بتاعي زي ما انتوا شايفين. ادوق بقى معاكم. بسم الله. مم. مم. ادوق بقى الشوربه. بسم الله. بجد الاكل كله تحفه ولازم تجربوه.